بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي أول محاضرة من محاضرات كورس البايوتكنولوجي ميثودز، ودي أول محاضرة من محاضرات تقنيات البلوتينج أو تقنيات الكشف عن الجزيئات. والمحاضرة ديت بعنوان أو بتتكلم عن تقنية الدوت بلوتينج. النهاردة هنتكلم عن تقنية اسمها الدوت بلوتينج، وهي يمكن من ضمن التقنيات مش عايزين نقول قديمة، ولكن تم استحداث بعض التقنيات الأحدث منها شوية، واللي بيتم استخدامها أو أكثر شيوعا كمان منها، والأسهل، واللي بتعتمد كمان على دقة أعلى منها بكتير في تحليل البيانات. يمكن احنا عندنا نوعين من أنواع البلوتينج أو نوعين من أنواع الكشف عن الجزيئات. فمثلا أنا لو عندي كيس ستادي بتقول، أو عندي دراسة حالة، أو عندي حالة بتقول إن أنا عندي جين معين أو عندي تتابع معين عايز أكشف عنه داخل جينوم، أو عندي بروتين معين عايز أكشف عنه داخل بروتيوم أو داخل خلية حية. إيه اللي أنا ممكن إن أنا أعمله علشان أكشف عن وجود الجين دوت، أو أكشف عن وجود التتابع دوت، أو أكشف عن وجود كمان البروتين دوت داخل الخلية أو داخل الجينوم. ففي الحالة ديت بيكون عندي حل، هو إن أنا بعمل حاجة اسمها تقنيات البلوتينج، أو الحل ده كان قديم شوية، اسمها تقنيات البلوتينج. تقنيات البلوتينج هي بتستخدم جزء مكمل للجزء اللي بيتم استهدافه، او الجزء اللي انا عايز اعرف اذا كان موجود او لا، علشان اقدر اكشف عن وجود التتابع دوت او البروتين دوت او الجين ده. جزء مكمل ليه، سواء لو هو بروتين فبالتالي هستخدم انتي بودي او جسم مضاد، لو هو جين او دي ان ايه فبالتالي هستخدم الجزء المكمل ليه للجين دوت، او جزء مكمل للتتابع اللي انا بكشف عنه. سواء لو هو ار ان اي فابتدي ان انا احوله للسي دي ان اي علشان اقدر ان انا اكشف عنه برضو بتتابع مكمل او باستخدام برضو. فالنهارده هنتكلم عن 3 حاجات في جزء الدوت بلوتينج. هنتكلم عن الانترودكشن، تعريفه، هنتكلم عن الفرق ما بينه وما بين تقنيات السلوت بلوت، وهنتكلم عن الستبس بتاعته او الخطوات بتاعته، وهنتكلم عن الداتا اناليسيس الخاصه بيه. الانترودكشن، ايه هو اصلا الدوت بلوتينج؟ الدوت بلوتينج تكنيك هو واحد من ضمن تقنيات البلوتينج زي ما احنا قلنا، ولكن بيكون مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا عندنا نوعين من انواع البلوتينج. نوع اسمه السلوت بلوت، ونوع اسمه الدوت بلوت. السلوت بلوت هو بيكون تقنيات البلوتينج اللي بتكون معتمدة على الالكتروفريزز او الجيل الكتروفريزز، سواء البولي اكريلاميد، البولي اكريلاميد او غيره، او الاجرس جيل، علشان اكشف عن وجود جين معين. ولكن تقنيات الدوت بلوتينج ممكن ان انا اكشف عن وجود الجين دوت، او اكشف عن وجود الجزيء دوت زي ال RNA او البروتين، من غير وجود الالكتروفريزز، او من غير وجود الجل بتاعي، باستخدام الفلتر بيبر او باستخدام النيتروسيلولوز بيبر. فهي تقنية من ضمن تقنيات البلوتينج اللي بقدر من خلالها ان انا اكشف عن جزيئات الدي ان ايه، الار ان ايه، البروتينز، باستخدام الفلتر بيبر من غير استخدام الالكتروفريزز بيست. اول خطوه من خطوات الدوت بلوت هي مرحله البروتين اكستراكشن، او الدي ان اكستراكشن، او الار ان اكستراكشن. وفي الحالة ديت أنا بخرج الجزيئات كلها بره الخلية، سواء الجينومز أو سواء البروتيوم أو سواء الترانسكريبتوم. وهنعرف قدام معنى الترانسكريبتوم ومعنى الجينوم ومعنى البروتيوم، ولكن انا بخرج الاول سيت اوف موليكيولز اللي انا عايز ان انا اكشف عن وجود السيكونس بتاعي، او اكشف عن وجود الموليكول السبيسيفيك موليكول بتاعي جواهم بره الخليه. وببتدي ان انا اعمل تجهيز للعينه ديت، سواء بالبفر او سواء بحطه في بفر، او سواء بحافظ على وجود الجزيئات بتاعتي من التحطم الكامل. فبالتالي لازم اكون بطحن العينه بتاعتي علشان اخرج، بطحن عينه سواء هي سيل او سواء هي تيشو، based on او بناء على النوع من انواع الاكستراكشن اللي انا هعمله للخليه. المهم ان انا بخرج كل all set of proteins او all set of genes او all set of RNAs خارج الخليه. تاني حاجه ان انا بعمل denaturation. لو انا مثلا معايا دي ان ايه او ار ان ايه، بعمل لهم denaturation علشان في حاله الدي ان ايه مثلا بيكون دبل ستراندد، فانا بيبقى لازم ان انا
افك الحلزنه بتاعته او افك الدبل ستراندد بتاعته. انما في حاله الار ان ايه فانا ببقى محتاج ان انا اعمل تفكك الشكل الثنائي والشكل الثلاثي الخاص بالار ان ايه، لانه احنا زي ما احنا عارفين الار ان ايه بيكون موجود في اشكال ثنائيه وثلاثيه علشان يلاقي من الوظيفه بتاعته، سواء التي ار ان ايه او سواء الام ار ان ايه او سواء الاس اي ار ان ايه السنجل انترفيرنس ار ان ايه. ولو هو بالنسبه لي بروتين فانا بحافظ على وجود البروتين بتاعي عشان اقدر ان انا اكشف عليه. وبيبقى لازم ان انا احافظ على الشكل ثلاثي الابعاد الخاص بالبروتين، لان هو دوت الشكل اللي بيتلائم معاه الانتي بودي او الجسم المضاد اللي انا بكشف بيه عن البروتين بتاعي. تالت خطوة هي البلوتنج او الدوتنج نفسها، هي ان انا خلاص جهزت السامبل بتاعتي وجهزت الناترو سيلولوز ممبرين او الناترو سيلولوز بيبر فلتر بيبر بتاعتي، ببتدي ان انا اعمل عملية الدوتنج عليها. الخطوة اللي بعد كده ان انا بيبقى لازم ان انا احضر البروب بتاعي. وبروب يعني ايه؟ بروب هو سمول سيكونس خاص بالكشف عن جزيء معين، سواء الدي ان ايه او سواء ار ان ايه، هو بيكون مكمل للجزء دوت، وبيكون البروب دوت بيكون زي ما احنا قلنا كده التتابع المكمل للسيكونس دوت، ولكن بيكون معلم، يعني بيكون في زي فلورسنت داي او بيكون في ايزوتوب راديو اكتيف ليبل، يعني جزيئات مشعة او فلورسنت داي يعني جزيئات معلمة ليها ضوء او ليها لون معين بتظهر بيه، او جزيئات او الدي ان ايه ده بيكون محمل عليه ساتش انزيم، لما انا بحط عليه سبستريت او بحط عليه المادة اللي بتتفاعل معاه بيبتدي ان هو يديني لون معين. فبالتالي البروب هو معنى ايه؟ هو specific sequence لسبيسيفيك تارجت مكمل ليه، بقدر ان انا طبعا نيوكليك اسيد بيكون موجود عليه او محمل عليه ليبل، بقدر ان انا اكشف من خلاله على وجود التارجت او السيكونس بتاعي. بعد كده اخر خطوه خالص ان انا بعمل الهيبريدايزيشن، وهي ان انا بعمل الهيبريدايزيشن ما بين الليبلد سيكونس بتاعي اللي هو البروب مع العينه الموجوده عندي على الفلتر بيبر. زي ما احنا ما قلنا احنا حطينا خلاص السامبل بتاعتي على الفلتر بيبر، زي ما احنا شفنا كده في الخطوه اللي فاتت ان احنا حطينا السامبل بتاعتي على الفلتر بيبر في دوتس. بعد ما انا رسمتها كده مثلا بالقلم الرصاص ولا حاجه، حطيت السامبل بتاعتي الاول في الدواير ديت. بعد كده ابتديت ان انا احط الليبلد بروبس بتاعتي فيها علشان اشوف العينه بتاعتي او مين من العينات الموجوده عندي بقى هقدر من خلالها ان انا الاقي السيكونس بتاعي او السبيسيفيك سيكونس اللي انا بدور عليه. فبالتالي اقدر من خلال الجزء دوت ان انا اقول والله ان انا العينات الموجودة عندي مثلا هي فيها العينة 1 والعينة 2 والعينة 3 والعينة 4، فيها 1 و2 بس هما دولت الموجود جواهم الجين بتاعي، سواء الجين دوت كارسينو او سواء الجين دوت فعال او غير فعال. بنقدر ان احنا نستخدم الدوت بلوتنج دوت في ايه؟ في ان احنا نكشف عن وجود بعض الجينات الكارسينو او الجينات المسرطنة في بعض العينات الموجودة عندي. اقدر من خلالها ان اكشف عن جينات مقاومة مضادات الحيوية في بعض العينات البكتيرية الموجودة عندي. اقدر من خلالها ان اكشف على وجود بعض البروتينات الهامة في بعض العينات الموجودة عندي. اخر جزء خالص هو جزء الديتكشن، وبناء على الريبورتر موليكول اللي هو البروب زي ما احنا قلنا كده، بتختلف الطريقة اللي انا بكشف من خلالها عن وجود التتابع او وجود الموليكول بتاعي. فبالتالي ممكن ان انا استخدم راديو اكتيف بروب ديت. في الحالة ديت انا بضطر ان انا استخدم الراديو الاوتو راديو جرافي علشان اصور وجود الموليكول بتاعي من عدمه. اقدر ان انا استخدم الانزيماتيك بروب ديت في حاله طبعا البروتينز والانتي بودي، او اقدر ان انا كمان استخدم الانتي بودي في حاله البروتينز بتاعتي. برضه عندي فلورسنت بروبس بقدر ان انا استخدمها زي ما احنا ما قلنا كده في حالات الدي ان اي والار ان اي، زي الهايبر زي السايبر جرين وغيرها. ختاما وملخصا اللي احنا قلنا، احنا كان عندنا في البيبر الاول حاجه عملنا اكستراكشن للدي ان اي والار ان اي او البروتينز الموجوده عندي في العينه على حسب المولكيول اللي انا بكشف عنه. خدنا منها 2 ماكرو مولكيول او
ماكرو ملي او ماكرو ليتر زي ما احنا ما هنقيس سامبل، وحطيناها على الفلتر النيتروسيلولوز ممبرين بتاعتي في الجزء المخصص ليها. بعد كده ابتدينا لو احنا مثلا شغالين ببروتينز ابتدينا احنا نعمل بلوكينج للنيتروسيلولوز ممبرين بتاعتي علشان الغى اي فولس بايندينج مع النيتروسيلولوز. وابتديت بعد كده ان انا احط البروب بتاعي علشان اكشف من خلاله عن وجود الجزء المكمل ليه اللي هو الموليكول اوف انترست. بعد كده ابتديت ان انا اعمل ديتكشن بناء على الكلام اللي احنا قلناه دوت، شدة الاضاءة الخاصة بالبروب او كمية اللون اللي خارجة تقدر ان هي تتنبأ بكمية البروتين او كمية الجين او بكمية الار ان ايه الموجود عندي في العينة. ده كده ملخص للدوت بلوت. اقابلكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.